السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس واختاروا الكل عشان يوصلك كل ما هو جديد، وانزلوا تحت في التعليقات صلوا على الحبيب. اهم حاجة الاشتراك واللايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رحت السوق اول ما صحيت، صلينا طبعا وبندخل نروق مطبخنا ومش عارفه ايه، ورحت سوقي بقى وقمت طالعه للطيور. وجيت عملنا شويه حاجات كده عند الطيور والمطبخ ومش عارفه ايه. دلوقتي بقى هغسل رز وبركون. دخلونا الغاز عندنا امبارح، مبروك مبروك، الحمد لله. يرحمنا شويه يا رب كده من الانابيب اللي بقت ولعه واسعارها في الغالي. يا رب تكون سعر الفواتير رحمة علينا يا رب. يلا نغسل الرز، هنعمل رز معمر عشان نجرب الفرن الغاز، وهعمل صينية مسقعة. جبت بقى البطاطس هعملها تحت، وبعد كده البتنجان وفلفل هادي وفلفل حامي، وبعد كده عصير طماطم، وطبعا هعمل توم وايه بصلاية صغنونة خالص. قطعت البطاطس والبتنجان عشان الشطة خانقة يعني خالص، وعملت شطة خضرا وفلفل هادي، وحطيت ملح وكمون وبابريكا وكزبرة ناشفة، وحطيت مكعب مرقة دجاج. وهعمل بقى الطماطم، نضرب شوية طماطم كده في الخلاط. طبعا هحط بابريكا هنا، طبعا كمون وملح وكزبرة ناشفة وشوية شوية بابريكا. واللي قلتلكوا على مرقة الدجاج وحطيت بقى، هنقشر في كام فص توم كده، ونضرب الطماطم في الخلاط قبل ما النور يقطع. انا مش عاوزه البصلايه ديت يعني، لان اللهم صل على النبي هحط لها توم. وهنا جبت 5 فصوص توم بقى، اقطعهم حتت حتت كده صغننين. وهنا بقى حطيت حبه ليمون كده، ننزل بعصير الطماطم، ونسيبنا بعصير الطماطم كده. نحط شويه ميه ونسيبه على البوتاجاز يهدى براحته خالص، ونولع الفرن لاول مره بالغاز. ربنا يسترها، والله انا خايفه واعصابي بتقول ربنا يسترها. غسلته بقى غسلة حلوة، هحط له ملح ولبن، مش هحط زيت. انا كنت بحط زيت وسمنة الاول، كان الله اكبر البوتاجاز كله بيولع. لما افتكرت المسقعة حطيت لها معلقة سكر. انا بقى حطيت الملح وقلبت، ننزل بقى باللبن ونقلب تقليبة حلوة. وهنا حطيت لبن ومية. قولوا يا ربنا يسترها، دعمونا بلايكاتكم واشتراكاتكم، يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. ويلا نسمي الله ونحط الصينية في الفرن. الخير ده من السوق اللي فات، واحنا واقفين بقى نقطعه كده في طبق حلو. اسعار الطماطم النهارده في السوق الكيلو ب15، وفي ال2 كيلو ب25، وفي الكيلو ونص اللي هي الطرية قوي يعني ما شاء الله. عصير طماطم في السوق، واللهم صل على سيدنا محمد. والخيار فيه الكيلو ب15، وفيه الكيلو ب10، وفيه الاتنين ب25. البطاطس الكيلو ونص والكيلو ب5 جنيه. انا رايحة بدري يا جماعة، انا رايحة الساعة 10 كده. كل ما بتتأخري كل ما الأسعار بترخص. الخوخ الكيلو ب35، وفي الكيلو ب25، وفي الكيلو ب50. ما شاء الله. العنب الكيلو ب70. أول مرة العنب ينزل السوق، ما بجيبش أنا حاجة أول مرة تنزل. اللهم صل على النبي. البتنجان الكيلو ب15، وفي ب25. أسعار على ما انتي، على حسب ما انتي نازلة. أنا نازلة بدري تلاقي الأسعار مولعة، لو نازلة مرتاحة براحتك على ما تخلصي اللي وراكي. في ناس بتنزل الظهر بتبقى الأسعار رخصت خالص. ربنا يرزقنا ويسترنا ويحفظنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. قطعت بقى طبق الخيار والرز في الفرن وصينية المسقعة على البوتاجاز، نحط عليها، غطيت عليها طبعا واغطيها بقى. قبل ما اروح السوق كنت انا مشغله الغسالة، غسلت دورة. ولما جيت بغسل الدورة التانية، مش عارفة الغسالة مالها النهاردة. كل ما اعمل يعني اللي هو اسمه ايه، اللهم صل على النبي، ان هي تنشفها تنشيف مش عارفة، تقوم عاملة غسيل مش عارفة ليه. ربنا يسترها يا رب وما يكونش فيها حاجة وحشة. جبت لهم خوخ، معوزين خوخ. جبت اللي هو الكيلو ب25 دوت، كبير وحلو وطري. حسين ما بيحبش الجامد ولا هو ولا ابوه. انا عندي بقى نظريه ان انا اجيب الخوخ جامد من السوق ويطلع عندي، ده احلى حاجه. ان انا اجيبه طري ده من السوق ويقعد لكام يوم، لا بخاف. وكان عندي طبعا، كنت جايبه لهم يوم الجمعه اللي فات اللي هو الشهد ده والبطيخ. ما كنتش جايبه حاجه تاني. رحت بقى عشان اجيب النهارده طماطم، قالوا لي يا ماما هات لنا فاكهه. ما كانش عندي اي نوع فاكهه. جبت لهم تفاح مصري، وجبت لهم موز، وجبت لهم خوخ. قلت بقى هو انا هرجع تاني اروح الجمعه؟ لا، سوقت تسويقتي كده. جبت بطاطس وجبت طماطم وجبت بتنجان وايه تاني، اللهم صل على سيدنا محمد.
محمد، واتسوقت يعني ايه حاجتي اللي هي مش موجودة في البيت، والخيار الحاجة اللي هي مش موجودة عندي. وجبت ليمون الكيلو نص كيلو ليمون النهاردة ب25، بيقولك الجمعة الجاية هتبقى الكيلو ب100 جنيه. ربنا يرحمنا ان شاء الله ويخيب ظنهم، ربنا يسترها. وسوقت تسويقتي كده، والحاجة اللي تملى بيتي طبعا عندي رزي وعندي مكرونتي في بيتي، ربنا يملى البيوت كلها خير. يعني كل ما يبقى في باقي العيش من البضاعة بجيب التموين اللي هو مكرونة شعرية اللي أنا عاوزاه وأسيبه جنبي. أروح بقى في الصالة على ما الرز يعمل، وغطيت المسقعة غطيتها كده على ما الرز في الفرن يستوي. الخوخ اهوت عشان محدش يفكر ان هو صغير. والله جميل. هي واحدة بتبيع مثلا لو السوق بيبيع الخيار ب15 هي تبيع ب10. هي كده، هي يعني ايه بتسترحم بالناس شوية. بحط الحلاوة برا التلاجة. ده الخوخ اللي انا جايباه، كان في خوخ كده صغنون من السوق اللي فات، كنت جايبة سوق خوخ صغنن وخوخ كبير. وده التفاح اللي انا جبته، وده الموز بقى بألف هنا وشوف عليهم. الموز ده اول حاجة بتخلص عندنا. المسقعة بتاعتنا خلصت وطفت. وكده عملت الرز المعمر في الفرن البوتاجاز. من زمان ما عملتش فيه، كنت بحط السمنة والزيت عليه واحطه في الفرن البوتاجاز، ابص الاقي الله اكبر الفرن ده مولع. فعرفت له بقى، وقلت لا انا اول مره اجرب الغاز، والغاز الطبيعي ركب عندنا امبارح ومش عارفه ايه. قلت له بروجي الله يكرمك خليك واقف معايا شويه. حد رن عليه ومشي. بقيت اقول ربنا يسترها. فتحت الشباك، قلت لا قدر الله لو حصل حاجه الشباك مفتوح. وما حطيتلوش سمنه ولا زيت الا لما شرب اللبن بتاعه، وقمت حطاه كده سمنته على الوش. وهنا المسقعة بتاعتنا، وأكلة خفيفة والحمد لله، واتعملت وقضت يوم السوق بقى وترويق ومش عارفة ايه. الحمد لله على كل حاجة. دعوة اكسروا من الدعاء لفلسطين، نكثفوا من الدعاء ليهم. اخواتنا في فلسطين دول اخواتنا شقة. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم اطعم أهل فلسطين، اللهم اطعم أهل فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. دلوقتي صلاة العصر وما شاء الله الدعاء مستجاب. فاكثروا من الدعاء، اكثروا من الدعاء في كل سجدة ليكم، في كل وقت ليكم. لعل يكون حد فينا صاحب دعوة مستجابة، ودعوة حلوة منكم لنا وليكم منا بالمثل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نفسي قناتي تكبر بفضل ربنا ثم بيكم، انتوا السبب. بعد ربنا الأول والأخير ليكم في تكبير القناة. يا رب تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. لايك واشتراك كتير كتير. يلا نقول ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.